وصلنا رحلة بحثنا عن المادة الرمادية، وهذه المرة كانت الوجهة بومرداس. نور الدين هو مخترع من نوع خاص، هنا روايته. بما أني أنا أصل الأفكار كاين ألوفات، لازم تجسد وتخترع وتعدل حاجة من بلوز وتبيعها. هذا هو المعيشة تاعي، أي في الدومين تاعي. أنا بديت نعدل هذا. أنا عندي 18 اختراع. في ال 18 اختراع عندي 6 بيعهم لأوروبا. آخر اختراعات نور الدين هو لم يقم ببيعها، بل سعى إلى تجسيدها على أرض الواقع، وهي بناء أسرع منزل في العالم. فكرة بديت نعرض فيها على بعض الجامعات، وبدينا نعدلوا التجارب. نلقى باللي عندي الحق، التجربة هي اللي تفرق. لا عندي الحق أول حاجة باش هذا، وبعدين عرفت ثمثم باللي السرعة كاين. وبعدين بما أن عندي السرعة عندي تكلفة أرخص، قلت أنا نبني دار. كانوا عندي تقريبا واحد 200 و 220 مليون. شريت الأرض ب 150 مليون، قد قعدت لي واحد 70 ولا 80 مليون، بنيت بها الدار هذه اللي شفتها. وما ستشاهدونه الآن هو المنزل النموذجي الذي بناه نور الدين هو في أقل من 25 يوما. شوف أولا العرصة تاع الدار هذه تهز كاتيتاج. كاتيتاج نورمالمون كون جينا نعدلوها بالبيطون كنا نعدلوها قد هكا. درك انا نقصنا لها في الديامتر تاعها، وهذه اقوى. وعندي سجل، بعدين نعطيك السجل التقني. فوالا دار نورمال. نطلعوا للدوزيام الاخر. هذه كما تكلمنا استاذ، هذه سيتي 28 جور، 28 دار كامله فيني 28 جور. هي 5 ايام الاولى كملت. بروبليم قعد لي كارلاج الفينيسيون هما اللي داو الوقت. فوالا نشوفوا من هنا. قال فوالا هذه كوزينه دارها مهندس كلود امريكاني مات الله يرحمه، هو اللي دار لنا السيستم تاع الدار هذه. نروح نطلعوا هنا الفوق. هاي هذه باللي موين دبور تاع الاختراع اول مره 28 يوم. معناها نقدر نبني لك درك، نبني لك باتيمون، نبني لك باتيمون في 20 يوم، في 5 6 17. كي تجي زلزال ما يتحركش، هذا يتحط. بعدين نوريك كيفاش نعطيك الصور كيفاش يتبنى. هذا يتهز ويتحط واحده حدا واحده، ويربطوا بالسلك وبعدين يجيبوا ماشينه يلبسوه. بعد في هذا لو فيديو تحط له سيمون. السيمون هذا لما تجي رصاصه تعقب تفوت السيمه توصل لهنا، يهبط لها لا فيتاس. يهبط لها السرعه. كي تنقص السرعه تلقى سيمه اخرى ما عادش تعقب. اذا هذا يحميك من الرصاص، يحميك من الزلزال، خفيف في الوزن وما يخليش الشمس تدخل وما يخليش البرد يدخل. اذا هذا اسرع. وهذا فركا كي تشوف وزاره البيئه تلقى باللي هذا يعيش 2000 سنه. الحيط تاع الدار يعيش 2000 سنه، والبريكه هذا يعيش 70 سنه. تجسيد المشروع وتسويقه لم يكن ممكنا إذن في الجزائر، وهو ما فرض على المخترع طرق أبواب أخرى رحبت بالفكرة. ألمانيا رحت ليهم، كان عندهم واحد الخبرة سهلة باصل. داروا لي طابلة كيما هذه وبداو يحطوا منها. كي وصلت الكونتيتي تاع الثقل اللي لازم قال لي سي بون سينيالي وصاي روح ابني. وداروا لوروكود، الالمان اللي دارت لوروكود مع فرنسا ومع اوروبا، وداروا لوروكود. هنا ما يعرفوش يقروا لوروكود، وقعدت الامور معلقه. لا لا